احيانا الحياة اللي احنا بنحبها بنعتقد ان احنا ما نقدرش نعيش من غيرها. هي لو جاتلك كانت هتكون اسوأ شيء في حياتك، لان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يديها لك. بس هو المشكلة لو عطاها لك انت ممكن بعدم حكمتك وبعدم خبرتك تتحول لأسوأ انسان على كوكب الارض. بس هي في نظرك شيء، يا اسطى ده مستحيل، ده هي دي ده هي دي الحاجة اللي هتخليني افضل نسخة من نفسي، ده هي دي اللي هتخليني افضل شيء في حياتي. الجوازة دي لو تمت انا كنت اعيش مبسوط. البنت دي لو انا كنت خطبتها كنت هكون اسعد انسان في حياتي. انا واثق في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا اسطى عمره ما بيعمل حاجة هتضرك. ربنا يا اسطى عمره ما هيعمل حاجة تكون سبب في تعاستك. ربنا يا اسطى دايما عارف الاحسن ليك. يمكن الحاجة اللي انت كنت بتتمناها دلوقتي دي كانت هتكون سبب في تدمير حياتك، بس هو لولا برحمته وبفضله وبكرمه عليك، علشان بحكمته عارف ان الشيء ده لو جالك هتعيش اسوأ ايام حياتك. هو اعلم منك بيك، هو اعلم بنفسك انت، هو اللي خلقك يا اسطى. هو بس اللي يعرف ان الحياة دي لو جاتلك هتكون اتعس انسان على كوكب الارض. فمش كل حياة تتمناها ما جاتلكش تزعل عليها. مش كل حياة اتاخدت منك كانت سبب سعادة حياتك لو اتاخدت منك تزعل عليها. ربنا عنده حكمة، ربنا عنده علم، ربنا عنده عدل. ربنا برحمته يا اسطى ما اعطاكش الشيء اللي انت كنت بتتمنى ده.